ما كانش استعدادات في المستوى، ما كانش واحد الوقت وجيز يحسب الهاشم باش انه ياخذ اطار الوطني الوقت ديال ديال الاطار ديالنا الوطني اللي تنحاولوا اننا نشجعوه. دائما انا مع تشجيع الاطار الوطني. كاين بعض اللاعبين اللي تم استقطابهم يعني كازيزو، كان لاعبين اخرين، اصابه امام عاشور كذلك. يعني هذا الشيء خلى واحد النوع تاع الدربكه داخل الوسط ديال الاهلي، وهذا الشيء الكابتن وليد الركراكي يتحدث بإسهاب كبير عن سلسلة انتصارات متتالية كما سبقت الإشارة، 12 انتصار متتالي، لكنه لا يتحدث عن الهزيمة أمام المنتخب الجنوب الأفريقي في جميع الندوات الصحفية. أول يعني دخلت بواحد الحماس، يعني نقدر نقولوا أنه شخصي ما كان جماعي. المفهوم ديالو بأن الإعداد ديال هذا الحماس اللي دخلوا به نادي الأهلي ما كانش بديك القوة ديال عمل المدرب، كان فقط اجتهاد باللاعبين. من التلفزيون المغربي الأمريكي أهلا بكم في عدد جديد من ملفات رياضية، حيث سنناقش مشاركة الوداد في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي محور ثاني سنتناول مصير المدرب وليد الركراكي على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي، حيث سنحاول تقديم إجابات جديدة على أسئلة قديمة. يسعدني كثيرا استضافة الدكتور ضياء الدين الطرشاوي، المحلل والباحث في علوم الرياضة. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك الأخ عثمان، وشكرا للتلفزة الأمريكية المغربية على الاستضافة. الحمد لله، يعني مرحبا بي في بلادي يعني بعد غيبة طويلة. نتمنى أننا نكون ضيوف خفاف على قلوب المشاهدين. نشير لمشاهدينا الكرام أن أنت محلل رياضي وباحث في علوم الرياضة مقيم بالأراضي الأمريكية. دكتور ضياء الدين الطرشاوي، شاهدنا جميعا افتتاح مونديال الأندية، شاهدنا ضربة البداية كانت بنكهة عربية، رفقة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأمريكي المدجج بالنجوم ليونيل ميسي، لويس سواريز، تحت إدارة فنية لبوسكيتش. الأهلي قدم كل شيء إلا الانتصار في ضربة البداية. صراحة يعني كنا نتمنى النفس أن تكون بداية عربية موفقة بالنسبة للأهلي، اللي صراحة عنده خبرة وعنده لاعبين متمرسين، مقارنة أو من ناحية ستاتيستيك كما كنقولوا أو لغة الأرقام. النادي الأهلي يعني متفوق كثير على انتر ميلان، بغض النظر على الأسماء القليلة اللي بالنسبة لي تنعتبرها يعني تجاوزت واحد السن لأنها تكون فيها واحد الخطورة اللي كبيرة. كانت بعض من الأنانية يعني صراحة، وأنا اللي تنعرف على ميامي بحكم أنها قريبة ليا، وزيارة الهارد روك ستاديوم اللي تمثلت فيه. كاين واحد الجالية لاتينية كبيرة جدا وعاشقة ومجنونة بكرة القدم، وخاصة اللاعبين اللاتينيين اللي تيلعبوا في انتر ميامي. كان واحد المساندة جماهيرية كبيرة للانتر ميلان ميامي، اللي خلاتهم أنهم الشوط الثاني ردوا الثقة. الشوط الأول تم هضم أهداف كثيرة يعني أهداف كثيرة بالجملة وانفرادات اللي غريب أمرها. هذا تيبين واحد النوع من الثبات اللي كانت واحد يمكن إعداد نفسي كان ماشي في المستوى لهذه المقابلة، خلاو أنه يحجموا اللاعبين وتتصورهم كما كانوا قبل. لا نثقوا في نفسنا ويلعبوا أكثر. والشوط الثاني أن انتر ميامي خلات أن الجماهير خلات أن الأهلي يشك في النفس ديالو، وحاولت أنها ترجع في المقابلة. لحسن حظنا أنه على الأقل كان هناك تعادل نقطة واحدة أو أنك تخسر، خاصة أن ضربة الجزاء اللي تم الإهدار ديالها بهذه السذاجة والإعادة ديالها بسذاجة أكبر، أنها ما كانتش بواحد القوة. هنا تيبين هناك واحد الاختلال، وكاين واحد النوع من الانانيه في بعض اللاعبين اللي تم استقطابهم يعني كازيزو، كان لاعبين اخرين، اصابه امام عاشور كذلك. يعني هذا الشيء خلى واحد النوع تاع الدربكه داخل الوسط ديال الاهلي، وهذا الشيء نتمنى انه يتجاوزوه في المقابلات القادمه. لكن بماذا تفسر دكتور ضياء الدين الوجه القوي للأهلي المصري في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني شاهدنا نزول كبير في المستوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي؟ بالنسبة للشوط الأول يعني دخلت بواحد الحماس، يعني نقدر نقولوا أنه شخصي ما كان جماعي. المفهوم ديالو بأن الإعداد ديال هذا الحماس اللي دخلوا به نادي الأهلي ما كانش بديك القوة ديال عمل المدرب، كان فقط اجتهاد باللاعبين. وهذا اللي بيتضح لنا بأن الانفرادات اللي كانت وهذا اللاعب اللي كان كل شخص يقلب أنه يدير البصمة ديالته ويتألق كاسم، لأن أنا لاعب ضد ليونيل ميسي وأنا اللي سجلت الهدف.
نساو بان الرياضه وبان كره القدم لعبة بالضبط رياضه جماعية. جماعيه، وان دور المدرب او دور المتخصصين في الاعداد النفسي ما كانش، خاصه في هذه المقابلات. وباش تطوروا الفروق اللي كاينين دابا في العالم، انا تيكون عندهم معدين نفسانيين للبطولات والماتشات الكبيره بالضبط، اختصاصهم فقط هذه المقابلات الكبيره. هذا الشيء اللي باقي ما ارتقينا ليش في العالم العربي. لكن لو رجعنا لسيناريو المباراة، أنت شاهدت المباراة، شاهدت 90 دقيقة، الأهلي تألق، قدم كل شيء. سنقسم المباراة على شوطين. في الشوط الأول الأهلي فعل كل شيء إلا تسجيل الهدف. بماذا تفسر؟ هل هي الأنانية؟ هل هو التسرع؟ هل استصغروا الخصم في فترة من الفترات؟ لأن بالعكس، الوصول كان بسرعة المعترك الفريق الأمريكي. هذا الغريب في الامر هو انه كان ما كانش استصغار، كان في الاول كان دهشه. والغريب في الامر انه من خلال اطوار المقابله حسوا بانهم كاين امكانيه انهم يتجاوزوا الخطوط وسط الميدان، وانهم يوصلوا بسهولة المرمى. المرمى. المفاجاه هو انه فاش وصلوا ما كانش عندهم واحد الاستعداد انهم يواجهوا المرمى، لدرجه انه كانت الاغلب تتكرر نفسها وضيع الفرص بنفسه. اذا هنا كاين واحد السهو كبير، كاين واحد عدم التركيز اللي مبالغ فيه خلاهم انهم يهضروا في الشوط الاول بسذاجه. بالنسبه لي لان كاين واحد السذاجه كبيره على المستوى الذهني وعلى مستوى التعامل مع هذه الفرص. هذا الشيء اللي خلى الثقه ترجع. انتر ميامي تفاجات بالمستوى الالي، واكيد انها تفاجات بالمستوى الالي، وما كانوش يظنوا بان المستوى الالي بهذه القوه هذه. وانا بالنسبه لي ما غادي يفاجئني، حنا كعرب تنعرفوا المستوى ديال فرق كبير، فرق القاب تبقى دائما كبير على الصعيد الافريقي، وعنده درايه بهذه البطولات، دائما تيشارك في هذه البطولات اكثر فريق مشاركه على الصعيد العربي. لان ماشي وليد الامس كاوكلاند سيتي او شيء من هذا، يعني فريق كبير يقدر هما اللي يستصغروا الخصم. ماشي ان الاهلي شافوا دوك اللاعبين، بقات عندهم صوره اللاعبين كانهم نجم كبير في برشلونه او قبل، خلاو هذاك دائما ديك ديال الفرضيه، انا خاصني نتجاوز مثلا ميسي، انا خاصني نسجل، انا متى تكثر هذه الكلمات الانا تنفقدوا روح تاع الفريق. وهذا هو اللي اثر على فريق الاهلي. بالنسبه لي شخصيا كل ما هو ديالي، اما بالنسبه تقنيا وبدنيا راه كانوا في المستوى المطلوب. دكتور ضياء الدين، أنت مقيم على الأراضي الأمريكية، هل ساهمت الأجواء المناخية التي جرت فيها المباراة في نزول المستوى البدني للفريق الأهلي؟ لأننا كما سبقت الإشارة في بداية البرنامج شاهدنا وجه متألق في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني هل تأثر الفريق على المستوى البدني؟ ربما أنت مقيم كما قلت في الأراضي الأمريكية، أجواء الرطوبة، ارتفاع الحرارة. بالنسبة بالضبط لفلوريدا، لولاية فلوريدا، والمقابلة اللي تنتحدثوا عليها تاع الأهلي وميامي، اكيد لان كان الرطوبه والحراره. الان هذا الموسم يعني تقريبا دخلت موسم الاعاصير، يعني موسم الاعاصير في ولايه فلوريدا يعني تقريبا دخل، وغيحسوا بواحد الرطوبه وواحد الحراره اللي صراحه كانك تتلعب في الادغال الافريقيه تقريبا. يعني ولاحظنا كذلك حتى المباراه ديال باريس سان جيرمان كذلك، يعني مع اتلتيكو مدريد، تنشوفوا بان حكيم اللي تعتبر من اعلى ما كان في المستوى البدني انه يوقف وانه يطلب، ان كان واحد العياء، كان واحد الارهاق للاعبين. وما نساوش ان البطوله في اخر الموسم، اذا اللاعبين عندهم واحد التراكمات، كاين واحد العياء في المقابلات، كاين العديد من الامور، وانك تبرمجها في وسط النهار يعني غريب. امر هذا البرمجه توقيت غريب لان ما كاينش بطوله. السوبر بول وقفات يعني كملات، يعني تاع الفوتبول الامريكان وقفات، يعني الامور اللي كنقولوا شعبيه في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن لماذا هاد البرمجه في وسط النهار في هاد الظروف المناخيه؟ فيلادلفيا كذلك اللي غادي تكون غالبا في هاد الظروف. لوس انجليس كانت كذلك في هاد الظروف المناخيه، لانها تطلع البحر كذلك يعني في الكوست، وكذلك في ميامي. يعني هاد الناس اللي برمجوا هذا الشيء لما لا اعاده النظر وتكون في المساء على الاقل تكون الحراره افضل. تنعرفوا المستويات الملاعب شفنا العجب يعني في مستوى كبير، التنظيمات يعني استغلوا واحد التكنولوجيا جديده في الاي اي يعني في المداخل وفي كل شيء، يعني تستعدوا من كاس العالم القادمه. الحكام شفناهم انهم استعانوا بكاميرات يعني خاصه، هذه كاميرات خاصه لان تتحس بدوك الاجواء تاع الحكم كيفاش يشوف اللقطه، كيفاش يشوف اللقطه، وكيفاش يشوف الاجواء ديال المقابله من الداخل. صحيح. يعني شيء جميل، ولكن البرمجه استفهام كبير خلى ان اللاعبين، وانا تنشوف من خلال نظرتي انه يقدر يتعرضوا لاصابات، ويقدر يتعرضوا لمشاكل بدنيه كبيره اللاعبين، خاصه انهم مقبلين على بدايه الموسم، استعدادات للموسم القادم.
دكتور ضياء الدين، هل ساهمت الانتدابات الكبيرة التي قام بها الفريق المصري الكبير نادي الأهلي، كابتن زيزو، تريزيجيه نجم منتخب مصر ولاعبين آخرين، هل ساهمت هذه الفرديات وهذه الصفقات في تقوية أداء الأهلي الذي نعرفه دائما فريق كبير؟ وصراحة بالنسبة للانتدابات كأسماء هي قوية وعندها خبرة كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، وكذلك لأن أغلبية اللاعبين كانوا من الأهلي، إذا عندهم أصلا كاين واحد الانسجام قبلي. الغريب في الأمر هو أن هذه الانتدابات هي اللي دارت مشكلة الأنانية في المقابلة، لأن هاد اللاعبين وهاد الأسماء بغاو يثبتوا نفسهم من جديد أمام من؟ أمام فريق اللي فيه نجوم كبيرين على رأسهم ميسي. إذا هنا وقع عاد أنا تنظن كون كانوا لاعبين شباب كنت فوقات الأهلي، كون كانوا لاعبين شغوفين ويلا في المسيرة ديالهم في بدايات أحسن من اللاعبين أنهم وطاحوا في هذا الفخ وسقطوا في هذا الفخ الكبير ديال المباراة الأولى مع الانتر ميامي. كون هي كانت المقابلة الثانية أو الثالثة نقدر نقول لك أنه يقدر يكون واحد الثبات نفسي أكثر. الآن الناس كانوا أكثر أنانية، لاعبين كانوا أكثر أنانية، والإصابة إمام عاشور غتخليهم يعيدوا النظر في الأوراق، لأن لاعب إمام عاشور يعني لاعب قدم جولة أولى في المستوى الكبير، ولكن تنتمنوا لي أنه يرجع، لأن أنا سمعت بأنه عنده عملية جراحية سيغيب على البطولة. إذا غيغيب على البطولة 100%. دكتور ضياء الدين الشرقاوي، الفريق الأمريكي فريق كبير، طرشاوي فريق كبير مدجج بالنجوم، ليونيل ميسي، سواريز، الإسباني بوسكيتش، لاعبين آخرين على جميع الخطوط، لكن شاهدنا أداء ربما انتظرنا أداء أقوى من الفريق الأمريكي. ما السبب في نظرك؟ ما ننساوش بأن البطولة الأمريكية وخاصة على مستوى الولايات يعني تتوقف مدة طويلة، يعني اللاعبين راه تيكونوا فقط عندهم حصص تدريبية فردية مع المجموعة، ما كاينش عندهم واحد النيت، واحد النسق تنافسي كبير. هذا الشيء اللي تيفسر هذا المستوى. وما ننساوش بأنه راه نهاية السنة يعني أغلب اللاعبين نفسانيين هما في عطلة، يعني هذه البطولة ما تتكونش دائما، هذا الوقت هذه تتكون عندهم بالنسبة لهم عطلة. هذا الشيء خلى هذه ردة الفعل ما تكونش قوية كما كانت تنتظرها. ولكن ما ننساوش بأن هذو لاعبين محترفين وفريق كبير غادي يدخل وغادي يكون إعدادات مقابلة بمقابلة. إذا هذه الأخطاء كون على يقين أن تدرس الآن. تحسن الأداء في الشوط الثاني كثيرا. إذا هناك عمل ديال الطاقم الفني، وكان انهم يخطفوا 3 نقاط ببساطه. لولا تألق الحارس الشناوي، لولا تألق حراس من الجهتين، حتى الحارس الفريق الامريكي صد ضربه جزاء وقدم حارس ارجنتيني كان رائع المقابله اكثر. لكن انا اريد اجابه صريحه على هذا السؤال. هل تعتقد ان الفريق الامريكي قام بصفقات لتقويه الرصيد البشري، ام هي صفقات على مستوى استشهار وعلى مستوى النجوميه؟ لان جميعا مثلا انتظرنا ميسي في احسن حالاته، سواريز لاعب الهداف، لكن داخل 90 دقيقه شاهدنا صعوبه ربما لهذه الاسماء امام دفاع الفريق الاهلي الذي يضم اللاعب المغربي اشرف داري. اشرف داري اللي كان غادي تسبب اصابه صعبه لنجم ميسي. بالنسبه للانتدابات تاع انتر ميامي، الانتدابات ما كانتش مخصصه لكاس العالم للانديه، كانت فقط قبل قبل انطلاق المنافسه، وفي بدايه البطوله يعني عام او عامين يعني قبل. بالنسبه لانتر ميامي تتحاول ان فريق جديد بالنسبه للبطوله الامريكيه، وتحاول انه يخلق واحد النوع الماركتينغ، يعني على راسه الرئيس ديفيد بيكام، اللي يعني تحاول انه يخلق واحد الجانب ديال الماركتينغ وديال الكوميرشال. انا تنعرفوا في امريكا يعني كل شيء عنده علاقه بالماركتينغ، يعني بالاشهار، عقود الاحتضار وشركات واستشهار، عقود الاعلانات. هذا هو الاهم، لان امريكا هي الرائد الاول في الماركتينغ سبور وفي الصناعه الرياضيه وفي الاعلام الرياضي القوي. يعني ما يمكنش هذوك اللاعبين جايين بواحد الحموله وبواحد الاسم اللي كبير، اذا اوتوماتيكمون تعطي واحد الفالور للناس. ولات كاينين الناس اللي حبات كره القدم بسبب انتر ميامي الان، لان كما تنعرفوا الجاليه الكبيره اللاتينيين شغوفين بكره القدم اكيد. اذا نحاول انه يمزج بهذا ويخلي ان هذا النادي يولي واحد الاداه عنصر جذب يجذر اكثر عدد من الجماهير. واذا ماشي غرضه رياضيا اكثر ما هو غرضه استشهاريا. اما في البطوله راه غاديين في واحد المستوى
نقدروا نقولوا انه تحسنوا، شاركوا في بطولات، وصلوا لهذه اللي عمرهم في تاريخهم ما وصلوها. تنظن ان تاريخ الانشاء ديال 2008 على ما اظن يعني باقي حديد، وصلوا لنا الهداف ديالهم تنظن الان هو ميسي، وقيل كان لاعب تاع ريال مدريد سابقا، مهاجم سابق كان تاع ريال مدريد، لانه هادو يعني واحد التاريخ اللي صغير جدا. حتى على مستوى المدرب ماسكيرانو ناس لديه خبره مثلا على مستوى التدريب يعني راه هل تظن انه ميسي عنده اليد انه يستخدم ماسكيرانو؟ يعني اكيد هو واحد اللاعبين الارجنتينيين. هل تظن ان مثلا ماسكيرانو له السيطره الكامله على غرفه تغيير الملابس بوجود نجوم كبار سواريز، بوسكيتس، ليونيل ميسي؟ تم استبعاد هذه النقطه، لان هذوك لاعبين نجوم كبار تخدم بواحد الميكانيزم كبير مع الرئيس، كذلك ديفيد بيكام، كذا الاداره الهيد كوتش، لان تيكون هو المسؤول الفني، عاد تيكونوا جنرال مانجر، عاد تيكونوا لي كوتش الاخرين، عاد التخصصات تاع الاعداد النفسي والاعداد البدني والتغذيه وكل شيء. ولكن هاد النجوم بالاسماء ديالهم يعني تيكون واحد النقاش، يعني مثلا ماسكيرانو راه غيتناقش مع نجوم كبير كميسي، وغيتناقش مع بوسكيتس، وغيتناقش مع سواريز، وغيجلسوا وغيشوفوا هذا لي جون كذلك، يعني حتى دوك الشباب اللي كاينين في الفريق ولاعبين المغمورين كذلك يعني تيستافدوا. يعني ما يمكنش انهم احتراما لهذيك المسيره ديال هذوك اللاعبين، ولكن تتبقى الاحترافيه، هناك عقود احترافيه، هناك عقود استدان ضخمه كبيره جدا، لان كما قلت لك راه الاموال يعني امريكا هي اللي جعلت من الرياضه مصدر الفلوس. نزيدك معلومه يقدر تغيب عنك اخي عثمان، هو ان تقريبا واحد 13 او 12% من الانتاج الاجمالي ديال امريكا من الصناعه الرياضيه. هذا رقم يعني كبير مليونات تاع الدولارات انها تدور في الرياضه، جميع الرياضات، كره السله، كره القدم الامريكيه، البيسبول، الفوتبول الامريكان اللي هو السوبر بول، البطولات الكبيره. يعني راه ما تخيلش حجم يعني الاموال التي تروج في هذا الجانب، هي اللي خلقت من الرياضه صناعه، وخلقت منها انك نقولوا مصدر ربح كبير. اذا ما يدخلناش الشك بان انتر ميامي بدات هذه التجربه، كون على يقين فرق اخرى بتبقى غادي مع لوس انجلوس حتى هي مشات في هذا الجانب، يعني جذب نجوم من دوريات اخرى، نجوم كبار، باش نعطيو واحد القيمه الاكثر للسوكر في امريكا. كيف تتوقع مثلا اداء الفريق في المباريات المقبله؟ لا غادي تحسن برغم التعادل، برغم عدم رضا الجماهير على الاداء. لا هو كاين عدم رضا بحكم انك تتلعب في الميدان، يعني كما قلت لك الكل انتظر ميسي، الكل انتظر سواريز، متعصبه لاتينيه متعصبه، لكن حقيقه في الشوط الثاني قدم فريق مستوى جيد جدا. غادي يرجع، غادي تكون هناك عوده لانتر ميامي، وغادي يكون تحسن الاداء على المقابلات القادمه. اذا مشاهدينا الكرام من التلفزيون المغربي الامريكي، ننتقل الى المحور الثاني والذي هم المشاهدين والجاليه المغربيه. تحيه موصوله دائما للجاليه المغربيه بالولايات المتحده الامريكيه وكندا. دكتور ضياء الدين، سنناقش ملف يحظى بالمتابعه، وهو ملف المشاركه المغربيه في مونديال الانديه من بوابه فريق الوداد، هذا الفريق الكبير، الفريق ممتاز بالالقاب. كبدايه كيف ترى مشاركه الوداد في هذه المنافسه على الصعيد الدولي؟ صراحه فريق الوداد فريق كبير اللي تشرفنا كمغاربه، واللي تعودنا عليه في البوديوم كما تنقولوا. المشاركه ديالته في هذه النسخه الاستثنائيه والنسخه الاولى اللي تتشهد 32 فريق، هذا شيء جميل جدا تخلينا اننا نفتخروا به، رغم عندك بعض التحفظ على بعض النقاط بحكم ان يمكن بالنسبه لي انا شخصيا او تحليل او الرؤيه ديالتي، يعني ما كانش استعدادات في المستوى، ما كانش واحد الوقت وجيز لسي بن هاشم باش انه ياخذ الوقت ديال الاطار ديالنا الوطني اللي تنحاول اننا نشجعوه دائما. انا مع تشجيع الاطار الوطني. هنا فين تيدخل الشك او تيخلينا ان الشك يتسلل، على الرغم ان الاداء تحسن في نهايه الموسم، تحسن كثيرا. من نهار بن هاشم تسلم الامور، يعني اتضحت واحد الصوره تطور الفريق صغيره، وكاين واحد النوع من الثقه، حتى الجماهير بدات عندها واحد الثبات نفسي، واحد اي ممكن كان هناك استحسان الاداء لدرجه انه تيقولوا كون كان ابن هاشم من اول الموسم اكيد تحسنت النتيجه، غيكون اختلاف في الترتيب اكيد كل شيء. الوغ هنايا كاين بعض الانتدابات، شفنا ماتشات اعداديه تاع بورتو تاع اف سي سي في، هذا ما غاديش يعكس ليناش الوجه الحقيقي، تبين بان الفريق الوداد غير يعني ما كاين غير جاهز.
فروق اللي كانت اللي كاينه في المجموعه مع الوداد فرق كبيره فروق كبيره، فروق عندها واحد تاريخ يعني واحد تيرسانه وتاريخ في الانجازات، وعندها واحد التيرسانه كبيره قويه جدا، قويه اللي غادي تخليها، وعندها حتى انسجام كبير، وعندها واحد الثبات على مده طويله. مثلا مانشستر سيتي عندها واحد الثبات على مستوى الافكتيف كبير جدا. كذلك العين الاماراتي جوفونتوس يعني عندها تاريخ وعندها لاعبين كبار، على الرغم ان جوفونتوس ماشي هي جوفونتوس اللي زعما تنعرفوا في تاريخها، ولكن هذه المقابله الاولى على مستوى البطوله تكون مع مانشستر سيتي هي هل ظلمت البرمجه فريق الوداد؟ يقدر لو وجه العين مثلا في المباراه الاولى كان افضل، يعني ما تستغروش العين، ولكن على الاقل احنا عندنا درايه بالكره الخليجيه، والكره الخليجيه عندها درايه كبيره بالكره المغربيه، اذا غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. يقدر يكون عندنا حظوظ اوفر، ولكن بالنسبه لمانشستر سيتي اللي تعتبر الاحتياط ديالها يعني اقوى كذلك، والريتم النسق العالي اللي تتلعب فيه، اللي واجدين ذهنيا واجدين بدنيا، عندهم واحد تحمل اكثر باش انهم يدخلوا في الغمار بواحد القوه. حنا شفنا خير دليل بايرن ميونخ مع اوكلاند سيتي، فوارق يعني كبيره فوارق كبيره. حنا ما بغيناش نتمناو اننا ما نطيحوش في هذه الفوارق البدنيه، ونتركز على بدنيه بحكم الطقس اللي غادي يلعبوا فيه وبحكم الظروف اللي غادي يلعبوا فيها، اننا على الاقل نكونوا في المستوى المستحب، يعني نعطيو واحد النظره على الكره المغربيه. وهذا لا يخفي بان غوارديولا تعرف الكره المغربيه. سبق ان واجه الرجاء في نهائي 2013 بالباير، يعني كان مع الباير وتعرف الكره المغربيه بانها قدرت تخلق ليه المفاجاه. اذا ما تيستصغرش رغم التصريح ديالو المستفز شيئا ما، ولكن هذا ما تيبينش بانه راه تيستصغرها، بل انه كان تيحرب كلاميا. انا تيبين اليوم بان انا مركز مع الفريق ديالي، والفريق ديالي عنده واحد التعب خلال الموسم، ويقدر يلعب لاعبين احتياطيين. هذا فيه استصغار الخصم، ولكن انا ما تنظنش انه غادي يلعب الاحتياطيين. هذه فقط تمويه او انها فقط تصريحات مستفزه. دكتور، موعد المنافسه في نهايه الموسم الرياضي هل يشكل هذا عائق للفريقين مع الوداد ومانشستر سيتي، لان بعد موسم شاق من المنافسات على المستوى البدني وانت متخصص في المجال؟ لا، بالنسبه للمستوى البدني اكيد مانشستر سيتي غادي يتضرر اكثر. لماذا؟ لان عدد المباريات المقابلات والمشاركات يعني عالي جدا مقارنه، خاصه نعرفوا ان البريمير ليج يعني عندها تقريبا 3 كؤوس او 4 كؤوس الواجهات اللي تشارك فيها، عاد ان الشامبيونز ليج، عاد ان رتم المقابلات عالي وتكون في وسط النهار كذلك. يعني غالبا المقابلات تكون في يعني تقريبا في الظاهره او شيء من هذا. يعني واحد الموسم تيكون موسم مرهق، وكاينوا بعض اللاعبين رجعوا من الاصابه. هذا الشيء تيخلي ان مانشستر سيتي فعلا كما اكد غوارديولا بان كاين واحد الارهاق بدني في نهايه الموسم. بالنسبه للوداد صراحه كان عندها تركيز في البطوله فقط، يعني ما كانت عندها مشاركه خفيفه يعني بالنسبه لكاس العرش الان. وبالنسبه لكاس التميز اغلبيته تيلعبوا لاعبين الشباب، يعني الشباب يعني ما كاينش عندهم واحد الضغط. على الاقل ما كانتش عندها مشاركه افريقيه اللي تكون تنقلات وسفر وارهاق واعداد اصابات. يعني عند اللاعبين فرصه ان بعض اللاعبين عندهم مستوى معدل اعمار اكبر، يعني ما كانش عندهم حتى التنافسيه، يعني ما كاينش عندهم لو طون جو كبير. هذا تيخلق لنا نقدر نقولوا الى كان استعداد في المستوى البدني، على ما اكد السي بن هاشم انه كاين اعداد بدني قبلي، وكاين اعداد للمقابلات، وكاين اعداد خاص للمقابلات الخاصه. يعني مثلا بحال هذه المقابله اللي كبيره يعني تكون عندها واحد اعداد من نوع اخر. اذا تنتمنى ان هذا الاعداد يعطينا الاكل ديالو ونشوفوا تفوق، على الرغم انه ماشي بالسهل. يكون على الاقل واحد البالانس، واحد التوازن ما بين الفريقين، ويخلينا نخرجوا باقل الاضرار. انا بالنسبه لي كنتيجه انه يكون هناك تعادل او يكون شيء من هذا حنا ربح كبير لنا، ورغم انه مستبعد على ارض الواقع. سنحلل اكثر في هذه النقطه لو سمحت دكتور. هناك فوارق تقنيه كبيره بين الرصيد البشري للفريق المغربي الوداد وكذلك الفريق الانجليزي مانشستر سيتي على جميع الخطوط، وصفقات كبيره للفريق الانجليزي. لنكون صريحين حتى مع الجماهير المغربيه اللي تتابعنا عبر التلفزيون المغربي الامريكي، هل ستساهم هذه الفوارق التقنيه الكبيره في خلق ربما صعوبات للفريق المغربي في هذه المباراه على مستوى الايقاع، على مستوى الريتم؟ اكيد، لان غوارديولا ذكي كما تنقولوا، هو ماكر جدا في هذا الجانب هذا، انه يقدر يخليك انا تنزف طاقتك البدنيه خلال الضغط العالي. خصوصا عذرنا على المقاطعه، نقصنا نقطه المناخ والاجواء في امريكا. اكيد هذا اولا
مشكل لجميع الفرق. جميع الفرق. ثاني شيء ان غوارديولا غيكون ذكي، غادي يضغط عليك في المناطق ديالك اكيد، وغادي يخليك انك تستنزف الطاقه ديالك اكثر، او انه يقدر انه يكون ماكر اكثر، انه يخليك انك انت تعمل الضغط العالي، هو غادي يتم اخراج الكره بكل سلاسه، ويخليك انت انك تستنزف الطاقه البدنيه ديالك في واحد الوقت وجيز اللي ما غيتعداش واحد 20 25 دقيقه. من بعد اكيد انه غادي يضبطك في ايقاع، ملي غادي يضبطك في الايقاع غادي تحس بنفسك بانك مدرج، كما كنقولوا انك تتشوف الاكشن كيفاش غادي، ولكن بدنيا ما قادش انك دير واحد ردة فعل. وهذه هي النقطه اللي غادي يركز عليها غوارديولا. انا عندي واحد اليقين تاع 85% حتى 90%، هذا هو الجانب اللي غادي يلعب عليه، انه هو عرف الريتم، واكيد هما تيديروا الفيزيوناج فيديو، وغادي يعرف بان الفريق الوداد بانه ما كانش عندهم منافسات، وان اللاعبين جداد يلاه التحقوا، ونقاط هو الفرق بيننا وبين هذوك المدربين. دراسات الخصوم، دراسه دقيقه جدا لدرجه انه يقدر يعرف شي تفاصيل اصدقاء اللاعبين والطاقم الفني ما تعرفش على اللاعبين. بالنسبه لاي تفصيله تشكل اختلاف. حتى نساهم في اغناء النقاش. الوداد تعاقد مع مجموعه من لاعبين مغاربه، لاعبين اجانب، لاعبين بخبره كبيره، كان لاعب مرابط، لاعب المنتخب المغربي، هناك حديث عن انضمام كابتن المنتخب سوريا السومه. كيف تنظر لهذه الفرديات؟ هل ستساهم في رفع المستوى بالنسبه لفريق الوداد ليس في هذه المباراه على طول المنافسات؟ بالنسبه للانتدابات اللي قدموا عليها مؤخرا، انا من وجهه نظري بحكم ان سي بن هاشم كان قبل المدير الرياضي، مثلا نقولوا المدير الرياضي يعني تكون مسؤول على الصفقات، على التعاقدات، تكون تعاقدات وكل شيء، والان هو على راس العارضه الفنيه. اذا النظره ديال سي بن هاشم هي تنظن انه بيكسب الوقت في الانسجام، جاب لاعبين ربح الوقت لان صعب انك تجيب شاب ما عندوش واحد الخبره دوليه، منافسه دوليه، المنافسات المغلقه خاصه تكون صعيبه. استعن بهاد اللاعبين المتاحين، لان تنظن انه كان عنده واحد لائحه طويله جدا ضيق الوقت، وكذلك حاول يستعين بواحد اللاعب افضل العناصر متاحه في الميركاتو، عندهم واحد الخبره. ما ننظروش لعامل السن، نشوفوا الخبره ديالهم واش تقدر انها تفيدنا، لاننا شفنا تبارك الله اللاعب المرابط انه قدم مؤشرات جيده على قتاليه، وذكرنا ب 2018 وذكرنا اللاعبين الكبار تبارك الله، لان تتمنى ان اللاعب سوما ننتظر ان يقدم اضافه مرابط سوما لاعبين اخرين. وعزيز كي لاعب منتخب بوركينا لديه خبره في الملاعب كذلك، عنده خبره دوليه، وعنده داك الشغف، عنده ديك القتاليه اللي محتاجها فريق الوداد الان. تنتمنى انهم يدخلوا في انسجام في المجموعه، وان الاضافه تكون واحد الاضافه كبيره اللي تعطينا واحد الدفعه وتعطي الثقه للاعبين اللي ما عندهمش تجربه في النوع البطولات. دكتور، لو نتكلم فنيا على مستوى هذه المباراه، لان الفوارق هي معروفه حتى قبل المباراه على مستوى الخطوط، الدفاع، الوسط، الهجوم. مانشستر سيتي فريق مدجج بالنجوم، هالاند نجم المنتخب النرويجي، كابتن مرموش لاعب هداف، ربما انا شخصيا وهذا رايي الشخصي ربما اخطر لاعب في المنتخب المصري الحالي، حتى اخطر من صلاح، لاعب هداف، لاعب مميز. افضل تكتيك، انت محلل وانت مدرب كره القدم في الديار الامريكيه، افضل تكتيك لهذه المباراه هل هو الدفاع والانطلاق نحو الهجمات المرتده، مباغته ربما دفاع الفريق بالنسبه لفريق الوداد؟ حسب الامكانيات المتاحه، واللي اكد عليها سي بن هاشم من خلال هو اقرب للاعبين وتيعرف الامكانيات البدنيه والتقنيه، تركز دائما على الجانب، هو عنده تخوف كبير من الجانب الدفاعي، وتيحاول انه يضبط لا لين ديال لا ديفونس. شاهدنا اخطاء الدفاع في مباراه الوداد، يعني تيحاول انه يصحح بحكم ان هذاك هو اللاعبين المتاحين اللي امامه، يعني حاول انه يشوف لاعبين اخرين، ولكن سوء الحظ ان ما لقاش في الوقت. نتمنى العام المقبل انه يتجاوز هذا الجانب. الان هو الخطه اللي تامن بها سي بن هاشم هو انه لا لين ديفونس تكون يعني غرق المساحات، تضييق الفوارق، يعني ما تيكونش دوك لي زانترفال، وتحل لي زانترفال يديروا مسانده، وكذلك الضغط العالي. انا تنتمنى انه بحكم ذو خبره كبيره كذلك، وتنامنوا خاصنا نامنوا به كجماهير، لانه الان في الحدث الضغط العالي على فريق كمانشستر سيتي غادي يدير لك مشاكل كثيره، غادي يدير لك مشكل كبير بدنيا، خاصه في الظروف اللي تتلعب الدور في المباراه. نتمنى انه يدير واحد البلوك شويه
نضيق المساحات، ما نخليش المسافات طويله كما اكدتي على مرموش وعلى لاعبين اللي تيكونوا هالاند صراع. ولاعبين ممتازين. هالاند انه تيقدر انه يجمع لك طلب جوج لاعبين الكرات بالضربه، في تيلعب المساحات في الخلف ديال الظهر ديال اللاعبين بسرعه يعني سريع جدا خياليه، خيالي. وانه حتى الجانب البدني كما تنقولوا لونغاجمون فيزيك انها في صالح اللاعبين البعد على المدافعين المغاربه. هذا الشيء غادي يخلينا اننا نعانيو. اذا باش ما كانت المساحات ضيقه، وهذا تيتطلب انضباط تكتيكي كبير من اللاعبين. اذا كما كنقولوا سهو بسيط او تردد بسيط في القرارات تيخلينا اننا نديو الثمن يعني كارثي. دكتور ضياء الدين، ناقشنا كثيرا مباراة الوداد مانشستر. الكل ينتظر أداء الفريق المغربي، الكل ينتظر بصمة الإطار الوطني أمين بن هاشم، ونتمنى التوفيق طبعا الإطار الوطني في جميع المنافسات. نوجه تحية كذلك للكابتن جمال السلامي بعد إنجاز كبير رفقة المنتخب الأردني والتأهل للمرة الأولى للمونديال. فنيا، لو نتحدث فنيا، هل بإمكان الوداد مواجهة الضغط العالي، مواجهة الريتم المرتفع، مواجهة أفكار المدرب الإسباني الكبير غوارديولا خلال 90 دقيقة؟ ما هي الطريقة المثلى أنت كمدرب كمحلل على الأراضي الأمريكية، كيف تنظر لهذا اللقاء من خلال 90 دقيقة؟ هل بإمكان الوداد حسب الرشيد البشري الحالي تعزيزه بلاعبين لديهم خبرة دولية ككابتن مرابط، لاعبين مدافع من البرازيل، مدافع هولندي، واللاعبين الذين نعرفهم مبارك وبقية اللاعبين وجمال حركاس لاعب دولي، هل بإمكان على الأقل خلق بعض الصعوبات للفريق الإنجليزي في هذه المباراة؟ هو صراحة بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي غير مطالب أنه يكون عنده واحد الأداء اللي خيالي، أو أنه يخلق واحد الصعوبات بدنية أو تقنية أو تكتيكية لفريق المانشستر. باش نكونوا منطقيين أكثر، أنا اللي تنتمنى أن يكون هناك واحد التوازن على مستوى الخطوط، غلق المساحات، يكون واحد الانضباط تكتيكي، احترام نظرة أو فلسفة ابن هاشم، لأنه أكيد هو كإطار وطني عنده واحد الكفاءة عالية بأنه قراءة الخصوم. وهذا أبان عليه خلال هذه التجربة الصغيرة اللي قضاها مع الوداد مؤخرا، بين بأنه كاينه واحد الفلسفة خاصها وقت. الآن جا في ظروف صعيبة، جا واحد الضغط اللي كبير، جا في واحد المقابلة اللي كبيرة. أكيد غادي نشاهدوا الشراسة تاع كما تنقولوا صراع تكتيكي بين المدربين. أكيد غيكون واحد الصراع. ما عندوش أدوات كافية. اللاعبين الدوليين يقدروا يعطيو الاضافه بحكم خبرتهم، يحاولوا يساعدوا الشباب، يحاولوا يساعدوا اللاعبين اللي ما عمرهم ما كانوا في هذه البطولات منافسه كبيره او صعيبه بحال هادشي. ينساو بان مانشستر هادي، ينساو الاسماء، ينساو كل شيء، يركزوا على انها مقابله كره القدم النيت للنيت، حنا بجوج في ارضيه الملعب. نحاولوا نتاقلموا مع الظروف المناخيه، نتاقلموا مع الجمهور. اكيد غادي يحجب فيلادلفيا، يكون على يقين غادي يكون جماهير مغربيه كبيره، جماهير وداديه وكندا، وغتنقل من المغرب ومن اوروبا كذلك كوداديه وكمغربيه. هناك جماهير وداديه في الولايات المتحده اكيد كثيره. اظن هناك رابطه المشجعين تاع الوداد في فرق كبير، فرق الامريكيه. اذا هناك مسانده جماهيريه ما تنظنش تكون عند مانشستر سيتي. مثلا انا ما غنتفاجئش، ننتظر خطور كبير للجمهور احمر، ما نتفاجئش لان بالنسبه لنا حنا عودنا الجمهور المغربي دائما حاضر، حاضر جدا. تكون مسانده لا مشروطه، ما نتوقعوش منه الكثير، ما نحاولوا ما نعاتبوهمش، حاولوا ما نضمروهمش. انا كاين حظوظ انهم يتجاوزوا الجوفونتوس، هذه كره قدم الاماراتي تحقيق ربما في المباريات المقبله. اكيد. اذا دكتور ضياء الدين، نقفل ملف فريق الوداد، نتمنى التوفيق للفريق المغربي في هذه المنافسه الكبيره، نتمنى التوفيق للاطار الوطني امين بن هاشم. اذا مشاهدينا، سننتقل الى المحور الاخير، حيث يسود جدل كبير في الشارع الرياضي المغربي حول اداء المنتخب المغربي برغم تحقيق الفوز في المباريات الوديه امام منتخب تونس وامام منتخب بنين. حديث متواتر في الصحافه المغربيه وفي الاعلام المغربي عن مصير الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، والحديث هنا عن الكابتن وليد الركراكي صانع إنجاز مونديال قطر. دكتور، كيف شاهدت أولا أداء المنتخب المغربي أمام منتخب تونس وأمام منتخب بنين، وسنعود بالتحليل لكل مباراة. بالنسبة للأداء ديال المباريات الإعدادية أو التوقفات ديال الفيفا الأخيرة بالنسبة لتونس وبالنسبة لبنين، على الورق هما 3 نقاط، يعني 6 نقاط، يعني بلغة الأرقام ممتاز. ولكن بالنسبة للأداء اللي تتمناه الجماهير أداء ونتيجة، يعني دائما عندنا مؤخرا واحد نسبة نوع من التخوف، نسبة الشك والتخوف،
واش هذا الاداء هو اللي غادي نمروا به، يعني وغنمارسوا به الصراع على الفوز بالكان على الاراضي المغربيه. هذا هو السؤال اللي تيخلي الجماهير في حيره، خاصه وحنا تنعرفوا بان المغرب الان من بعد المفاجاه والانجاز تاع قطر الكل يطالب بالكان، الكل يطالب بالكان ويطالب بالاداء والنتيجه. يعني اي نتيجه او اي واحد الاداء يكون باهت او ناقص شيئا ما، يعني الجماهير تثور وتشكك في الاطار الوطني وتتشكك في اللاعبين رغم الغيابات. يعني كانت مؤخرا بالنسبه لمباراه تونس وكذلك البنين، رغم الغيابات او كذلك ادماج بعض اللاعبين بعض الدقائق بحكم نهايه الموسم الرياضي، هذا الشيء لا يشفع بالنسبه للمغاربه بان يكون اداء اقوى ويكون واحد النديه كبيره اللي تخلي واحد النوع تاع تامين او الضمان بالنسبه للفرق لحظوظ المنتخب بالنسبه للجماهير. انا بالنسبه لي شخصيا كاين هناك بعض النقائص تكتيكيه. الوليد الركراكي مادام انه على راس القائمه الفنيه يحترم وجهه نظره، لانه هو الجواب ديالو كان صريح جدا. مادام اني تنحقق انجازات وتنحقق نقاط من الصعب تعتبر كالناخب الاولاني اللي حقق سلسله انتصارات بالنسبه للمنتخب. سنعود بالارقام. 12 انتصار على التوالي دكتور ضياء الدين، لو سمحت لي اعطي حتى للمشاهدين في التلفزيون المغربي الامريكي بعض الارقام وبعض الاحصائيات، لان الاحصائيات كما تقول القاعده هي لا تكذب. خصوم المنتخب المغربي وليد الركراكي صرح لوسائل الاعلام المحليه والدوليه ان على عهده حقق المنتخب المغربي 12 انتصار على التوالي، وهذا رقم مؤكد لا لبس فيه. لكن يجب الحديث عن نوعيه الخصوم. اعطيك ترتيب بعض المنتخبات التي انتصر عليها المنتخب المغربي بالاداء وبالنتيجه. كمثال منتخب بنين يحتل الرتبه 91 عالميا. منتخب تونس الذي واجهناه على ارضيه الملعب الدولي بفاس يحتل المرتبه 49 عالميا. المنتخب التنزاني 107 عالميا، منتخب متاخر على مستوى الترتيب الدولي بالنسبه للفيفا. منتخب النيجر الذي يقوده الاطار الوطني بدو الزكي والذي قدم مباراه كبيره كان متقدم بهدف قبل ان يتعادل ويفوز المنتخب المغربي. منتخب نيجر 122 عالميا. لوسوتو وهو منتخب مغمور سواء كمنتخب او كفرق في المنافسات القاريه المحليه 149 عالميا. ثم منتخب غابون 84 عالميا. ترتيب متاخر لغالبيه المنتخبات لا تعكس ما يقوله الكابتن وليد الركراكي على ان المنتخب المغربي في صحه جيده فنيا، وانت محلل كيف تقرا هذا الترتيب؟ هو صراحه ان هذا هو نقطه العتاب اللي تنشوفها بان غريبه شيئا ما هو اختيار منتخبات يعني متديله الترتيب الدولي وكذلك حتى على المستوى الافريقي، يعني ما عندهاش واحد القوه. اذا مثلا كون شفنا مثلا المنتخب نيجيريا، المنتخب كوت ديفوار، السنغال مع الكاميرون، مالي مع جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه، لما لا؟ يعني منتخب مصري لما لا؟ عليه ان مثلا المنتخب التونسي لما لا ما يكونش هناك استدعاء المنتخب المصري. انا نشوفوا نفسنا مع المنتخب المصري الذي يضم لاعبين كبار. كذلك البنين نشوفوا راسنا مثلا على الاقل مع جنوب افريقيا او الكاميرون مثلا اللي شحال هذا ما كانش عندنا واحد الاصطدام بها، يعني منتخب انها تكون في كاس افريقيا. يعني علاش هذه الاختيارات على الرغم اننا متوفر لنا الظروف ومتوفر لنا الامكانيات وكاين واحد التواصل مع الكاف يعني واحد عن طريق الجامعه، كاين واحد الشراكات وكاين عمل كبير، يعني كاين واحد التسهيلات خاصة وأننا تنستقبلوهم وتكون استقبال اللي كبير وتكون واحد الظروف اللي ممتازة. علاش ما أننا ما نجربوا راسنا مع هذه المنتخبات الكبيرة؟ وعلى الأقل إلا بغيتي تلعب مع منتخبات غير إفريقية كذلك مثلا كاع بتخرج على الإطار الإفريقي شوف فروق كبيرة. يعني أنا مؤخرا سمعت بأن كان هناك استدعاء من المنتخب السويدي أظن في الأخير مشاو لعبوا مع المنتخب الجزائري. يعني علاش المنتخب السويدي على الأقل عنده واحد ترتيب كبير ولاعبين مميزين؟ لا ترتيب أفضل. إذا كان الربح ديالو غيكون عندي تنقيط في الفيفا أحسن حتى على مستوى الاحتكاك. تخيل معايا سيناريو آخر أن المنتخب البنين أراغك وفاز عليك بسبب كذا غيكون عنده تصنيف عنده نقاط غيكسب نقاط. المنتخب المغربي في اخر مباراه فاز على البنين بهدف ايوب الكعبي، لكن الاداء 93 دقيقه كان بكل واقعيه كان اداء ضعيف واداء شاحب للعناصر المغربيه، ما ربما فتح الباب امام تخوف الجمهور المغربي على مصير الكان في المغرب. والكل يتحدث الان هل بهذا الاداء الفردي والجماعي يمكن مقارعه منتخبات مصر مع الكابتن صلاح ومرموش ونيجيريا الكاميرون الكونغو؟ انت تحدثت عن مالي كذلك منتخب كبير، منتخب جزائري، بوركينا فاسو
هل هي نتائج ربما تعطيك صورة مغلوطة، وهل هي مواجهات تعطيك صورة مغلوطة على المستوى الحقيقي للمنتخب المغربي في الفترة الحالية؟ أتحدث عن البنين، تنزانيا، لوسوتو 149 عالميا. هل تعطيك صورة مغلوطة عن حقيقة وصراحه أداء أريد جواب صريح دكتور. تخلي الجماهير انها تحط اليد ديالها على القلب ديالها. انا دائما تنبقاو تنتظروا واحد المفاجآت اللي تقدر تصدمنا. يعني مثلا بحال البنين، يعني لولا ايوب الكعبي ولا عمل فردي، يعني تمريرة رائعة، التمريره من ماسينا والرؤيه فاجأ ديالته، الدفاع، وان هاد الحركه البهلوانيه لو ما كانش لعب هو هداف، المصير انه يكون تعادل في المستوى. كما قلتي، كما شرتي انت، بان البنين انها تحتل المرتبه 91 مع اللي محتل المرتبه 11 عالميا. يعني غريب امر هذه الاختيارات، خاصه وانه كان تجريب لاعبين كثار كزحزوح كالصحراوي في عديد من اقوال. هذا لا يشفع باننا الركائز دائما عندنا في المنتخب، هو تاكد على ان الركائز تامن بها، على الرغم انها تكون في النادي ديالها اقل تنافسيه، انه تركز على اذا عندك ثبات. لو سمحت لي حتى نناقش باسهاب رفقه المشاهدين في التلفزيون المغربي الامريكي. الكابتن وليد الركراكي يتحدث بإسهاب كبير عن سلسلة انتصارات متتالية كما سبقت إشارة نصر، انتصار متتالي، لكنه لا يتحدث عن الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا في جميع الندوات الصحفية. كيف تقرأ هذا الموضوع؟ هذا دائما وليد الركراكي اللي مشهود عليه واللي معروف عليه كذلك، هو رجل تواصل بامتياز، رجل تواصل، رجل تخدم على الجانب النفسي أكثر، وتعرف انه يضبط بعض الامور، وبعض المرات يكون عنده واحد الانفلاتات بحكم حنا تنبقاو انسان وتنبقاو بشر. فعلا 12 انتصار. السؤال تطرح نفسه كما ذكرتي بلغه الارقام، على من انتصر المنتخب المغربي. ما عطيتناش واحد اللائحه فيها السنغال، كاميرون، نيجيريا، غانا، هذا يقدر يعطي واحد الضمان، صوره حقيقيه للمشاهدين ويعطيك المشاكل والنقائص اللي عند المنتخب الحقيقيه. الوغ ما نبقاوش لاعبين على الحظ ولاعبين على الاسم ونكذبوا على نفسنا. الان عندنا واحد المرحله بسيطه، يعني واحد 6 أشهر او 5 أشهر. المستقبل يعني يقدر يكونوا اللاعبين اللي تعتمد عليهم عندهم اصابات، يقدر يكون عندهم نزول في المستوى. صحيح. يقدر بحال دابا اكرد، كان ما عندناش اكرد في التوقفات. صحيح. اذا ما كانش عندنا اكرد، هذا بين لنا بان الوليد الركراكي حاول انه يبدل التكتيك، النهج التكتيكي ب 3-5-2 باش انه يشوف جميع السيناريوهات ويتوقع جميع يعني الامور النهج الخططي داخل المباراه تحصل يعني ما نوقعوش نفس المشكل اللي وقع لنا في الكار الاخير ووقع لنا في كاس العالم. يعني دائما تيحاول انه يشوف كيفاش انه يبدل النهج التكتيكي ديالو. يقدر يكون هذا هو السبب اللي خلى ان الجانب يتحدث بعصبيه حتى في الندوه الصحفيه. يتحدث بعصبيه، هذا هو اللي يقدر انه خلاه انه يكون المستوى باهت شيئا ما، بحكم انه قدم على تغييرات تكتيكيه كثيره، انه تحاول كما تنقول تكون واحد تجربه، تكون واحد نشوف لاعبين في مراكز مختلفه ونلعب واحد النهج تكتيكي مختلف. هذا الشيء ممكن انه يشفع عليه بواحد النسبه، مادام انه يربح انه تشفع عليه، ولكن بالنسبه للجماهير دائما الاداء النتيجه. يقولون النتائج صديقه مدربين. هذا الشيء اللي كاين. انا مادام ان هذه الخطه تتنجحني، مادام ان تنحصل على نتائج، لا تجادلني. وهذا في العقد ديالو كذلك، مادام انه غادي مزيان، انه ما عندش اي واحد الا اذا قدم الاستقاله ديالته. وهو الكلمه التي تستفزه هو الاداء. مادام تقول لي انا كلمه الاداء، تقول لك انا هذه البطوله لكن لو سمحت لي الدكتور، المنتخب المغربي امام منتخبات بين قوسين مع كل احترام صغيره لم يقدم هذا الاداء. حتى الاداء امام منتخبات صغيره غاب في الفتره الاخيره. هذا هو الذي يعاتب عليه الجمهور مصدر قلق الصحفيين، ان رغم ان هذه المنتخبات يعني بهذا المستوى الضعيف جدا، وانها بالنسبه لها دون غرور، يعني أن حلم المنتخب المغربي افضل على جميع المستويات. تلعب مع المنتخب المغربي، والان انك تقدم لنا هذا الاداء وتربحوا بواحد الطريقه اللي هي صراحه كانها هيتشكوكيه. يعني تنعيشوا في واحد الرعب حتى تنتفاجئوا بشي هدف اخر دقيقه او شيء. لو سمحت لي، هل يختبئ المنتخب المغربي ووليد الركراكي وراء فرضيات بعض اللاعبين حتى نكون صريحين مع المشاهدين؟ يعني تيكونوا بعض ابراهيم دياز، فتره حكيمي اللي الكعبي، رحيمي، بن صغير. يعني ما تنشوفوش واحد الاداء نهج جماعي وبصمه للمدرب، بصمه اللي تعطينا واحد الفلسفه واضحه لطريقه اللعب المغربيه اللي شهدناها من قبل، اللي خلاتنا اننا نفكروا هذا التفكير. هذا هو اللي تنتمناوه يرجع، وانه يكون خلال هذه المده الوجيزه اللي عندنا تاع الاعداد وهذا التوقف اللي غادي يكون مستقبلا.
دكتور، بعض الجماهير لا تلوم وليد الركراكي وتقول كمثال، هذا رأي داخل الشارع الرياضي المغربي، وبعض الصحفيين حتى المغاربة يقولون أن نهاية مشوار لاعبين من أمثال زياش، سايس، أملاح وإصابة بوفال ربما أثرت على أداء الركراكي في الفترة الحالية. هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالنسبه لي ما عندو بعض الركائز سالت المرحله ديالتهم الان. بالعكس انا عندنا واحد اللائحه ديال اللاعبين لانها اكثر جاهزيه، تقنيا اعلى، تنافسيه اعلى. اذا ما عندناش حنا اشكال دائما في اللاعبين، اشكال الحمد لله كاين فقط كيفاش نخلي هاد اللاعبين يمشيو في واحد النسق تكتيكي، ويكون عندنا واحد الانسجام داخل المجموعه. بالنسبه للاعبين بالاسماء ديالهم، هذه طبيعه بشريه. الانسان فاش انه متعود على واحد النتائج، فاش يمشي واحد الشخص او شخصين تربطوا هذاك النجاح بداك الشخص. لا، هنا مجموعه، هذا منتخب. بالعكس عمل جماعي. اصلا المنتخب هو اللاعبين اللي تيكونوا في البيرفورمانس الحالي، يعني في لا فورما اكتويل الان. لو سمحت لي حتى أوقف، هل يمكن أن نرى مثلا زياش في الفترة المقبلة أو بوفال؟ تنظن ان ودائما يردد أنه معجب كثيرا بهذه الأسماء التي صنعت تألق في مونديال قطر. بالنسبه لبوفال ممكن، لانه مع الفريق البلجيكي يقدم اداء جيد، وانا رجع على البطوله وكان عنده اداء جيد، تنافسيه اكبر. بالنسبه لزياش الان دون فريق، وانه كان صعب عوده كابتن حكيم زياش يرجع. وتنظن ان بوفال ممكن الا بقى في هذا المستوى ورجع الفورما، رجع الفورما اكثر، لانه سنه كان فيها فورما عاليه جدا. بوفال ادى الفريق ديالو، ادى البطوله البلجيكيه. هذا الشيء يشفع عليه وعنده الحق فيه. هو كان التصريح ديالو الاخير بانه تيتمنى انه يلعب الكان مع المنتخب. وانا بالنسبه لي شخصيا تنقول بان المكان ديالو كاين في المنتخب لحد الان. بالنسبه لزياش فقد التنافسيه بصفه كبيره، وكما تنقولوا سان جوور دو كاركتير، عنده الكاركتير ديالو ماشي صعب. كثير اصطدامات يعني كثير اصطدامات داخل المجموعه. ومؤخرا يعني تنظن انه تم وليد الركراكي يعني ما بقاش عنده واحد التوجه. بالنسبه لزياش ما بقاش يذكروا بزاف، يعني حتى الكلام ديالو ما بقاش يذكروا في التصريحات ديالو كي كان قبل. يعني ما عرفناش الاسباب الحقيقيه وراء هذا، ولكن الامور اللي ظاهريه انه الان المكان ديالو غير متوفر في المنتخب. دكتور ضياء الدين، حتى ننهي هذا الملف رفقة مشاهدينا في التلفزيون المغربي الأمريكي، هناك البعض طرح أيضا مسألة ما هي الإضافة التي يقدمها مثلا الطاقم المساعد الحالي للكابتن وليد الركراكي. هل أنت مع هذا الرأي؟ هل يحتاج المنتخب المغربي ربما لمساعد مدرب من الطراز الرفيع، من الطراز على الصعيد الدولي سواء محلي أو أجنبي؟ بالنسبة لي دائما أنا تنحترم الإطار المغربي وتنشجع على أن ننتقل في الإطار الوطني، لأنه الوحيد اللي غادي يغير على الكرة مغربيه وتفهم العقليه المغربيه اش محتاجه، والتواصل مع هو الاطار الوطني. وخير دليل ان جميع الانجازات مع المنتخبات، لا كره داخل القاعه، كره النسويه، لجميع الفئات العمريه، الصغرى، القائم ديالها اطر وطنيه، كلهم اطر وطنيه، ولاول مره في تاريخ الجامعه الملكيه. هذا تيبين بان الانجازات اللي حققناها كبيره مع الاطر المغربيه. هذا جانب. ثاني حاجه اننا نحترم التخصصات. انا كاع الطاقم اللي بعض الناس اللي بعيده على الميدان وانها ما تتعرفش الدور تاع هذاك الطاقم المساعد، بان ذاك الطاقم المساعد هو تيدير العمل كامل. المدرب او محلل الفيديو، كل شيء. انا هذاك تيكون مدرب كرات ثابته، مراقب تيكون تيحضر واحد المراقبه كبيره او سوبرفيزين، انه ما تيكونش هو اللي تيدقق في الامور، هما اللي تيدققوا في الامور بالتفاصيل، من ناحيه التغذيه، من ناحيه المساج، الريكوفري يعني الاستشفاء العضلي، لانه الان اصعب حاجه اعداد النفسي. انني يكون مساعد مدرب توقف على الامور البدنيه وكذا، حتى على مستوى التغذيه، كل شيء. يعني الطبيب تكون مرافق، تكون هناك تغذيه في المستوى، تكون هناك مسائل النوم، تكون هناك برامج ما نعتبروهاش ترفيهيه، ولكن برامج تخليك خارج الضغط. يعني كاينين الناس اللي مكلفه بهذا الجانب، كاين الجانب الاداري، كاين الجانب التواصلي، كاين الجانب الناس ما عارفينش هاد الامور، ما يمكنش يديرها مدرب وحده. خاصنا نحترموا التخصصات، وخاصنا نامنوا بان راه ممكن نديروا بزاف د الحوايج في ظل هذه الظروف اللي متوفره من ناحيه الجامعه ولا من ناحيه سياسه الدوله كامله على المستوى الرياضي. وان الان خاصنا نستغلوا هذه النجاحات باش ترجع لنا الرياضه كصناعه، وترجع لنا كانها تعطينا واحد المقابل لا مادي ولا معنوي، ولا انها تشهرنا البلد ديالنا على مستوى الدولي.
دكتور ضياء الدين الطرشاوي، المحلل الرياضي والباحث في علوم الرياضة، شكرا جزيلا على الحضور. وأنتم مشاهدينا في التلفزيون المغربي الأمريكي، شكرا لكم على المشاهدة. نلتقي في حلقات مقبلة بحول الله.